السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج السؤال وجوابه مع داو. وإن شاء الله حلقة النهاردة هتكون حلقة مميزة علشان معانا 2 من أفضل المعلقين داخل محافظة البحيرة، وبالأخص مركز شبرافيت ومركز إتاي البارود. محمد صاحب الفدا باليسرى يا ولد يا لعيب، اليساري النار المهاري، وهنا عصام الحضري بيفرح ورايح للمرمى. الملعب ولع، منتخب مصر يا عيني عليك ويا عيني على الفرحه. صلاح بيتقدم، صلاح في المرمى جول، صلاح في المرمى هدف. الله على الفرحه، الله على الفرحه، الله. افرح يا حضري، افرح يا سد يا علي. من الأقوال الشهيرة له يعني من مواليد منطقة الجزاء، آخر عنقود المواليد. جنسية مصري. تقول الاسم والجنسية 2 هنا. اخيرا اتاكد على حاجه. السؤال ده برضو كويس من المعلقين، يعني من الحاجات الجميلة بتاعته برضو. ماشي. لو بتشرب كوباية شاي أو سيجارة في محمود البلكونة انا هنا الأول برضو والله. لا يبقى في مشكله كده في انا بقى هجاوبك بقى ايه عشان برضه بقى. لا هو كابتن محمود بكر المصري طبعا، ويقول لك على رايه بقى ان هجيبها لك بقى من ايه، هجيبها لك بطريقه ثانيه. وكابتن فواز اهدى يعني، ولسه طالع بقى من الشغل وجاي مستعجل وبيحط ايده وجول الله يرحمه طبعا كان من هنا. وكان السؤال لو بتشرب كوباية شاي أو سيجارة في البلكونة بقول لك ادخل الأهلي. الاهلي كسبان. كابتن محمود بكر ربنا يرحمه. الله يرحمه طبعا. طب ده برضه سهل اهي ركب. يا مسهل. هو كان بيقول اشعار وهو بيعلق يعني عموما، كان ماشي. بيقول لك مثلا ايه، لا ما هو ممكن اشعار ليه او لناس ثانيه. ماشي. حصاني كان بص اصل انا بحبه يعني كابتن خليل البلوشي ده يعني. بص الجنسيه ايه؟ عماني طبعا. انا لسه قايلينها. لا الياس ثوبي ولا الاحزان تكسرني. طب هنعمل ايه طيب؟ ولا الخساره تخرني. حلوه، انا ممكن اديله بقى النقطه دي عشان